السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الروحانية ام جنى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي، القراءة العاطفية هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. خدوها بشارة من العبد الشكور لله، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. الشخص اللي انتوا داخلين وحاطين نيتكم عليه هو عنده تجارب كتير قوي، تجارب يمكن خلته فقد الثقة في الناس اللي حواليه، أو فقد الثقة في الطرف الآخر. الشخص ده هو دايما لايم على نفسه إنه هو في الفترة دي لايم على نفسه إنه اتعامل معاك بصورة كانت مش كويسة. والشخص ده يمكن هو عنده إحساس عميق جدا بيك، نفسه قوي حبايب قلبي إن انتوا ترجعوا له، لكن هو تحسه انه بيخادع نفسه في شيء معين او في امر معين. الشخص ده بيخادع نفسه فيه، يعني انا مش شايفاه صادق في مشاعره ان هو عايز يرجع لك. ايوه هو عايز يرجع وكل حاجه، بس بصوره كده ملتويه، بصوره فيها شيء ما يعجبكش، او فيها حاجه ما تعجبكش. يعني تحسه كده طريقته غريبه شويه، يعني عايز يرجع لك بطريقه مش مريحه. طريقته مش مريحة لا في التعامل ولا في اسلوبه، مع انه خلي بالكم هو عارف نفسه كويس قوي ان هو غلطان، وعارف نفسه كويس قوي ان اللوم عليه، بس بيجيب اللوم عليك انت. مشكلة، مشكلة. ده شخص مشكلة. هو بيقول لنفسه انا عندي قناعاتي، وانا عندي مبرراتي. يعني هو بس بيقنع نفسه ان هو شخص عنده قناعات وعنده مبررات خاصة بيه. الشخص ده يمكن انتوا اتنازلتوا كتير قوي، ودي برضو كانت من ضمن الغلطات اللي انتوا عملتوها، ان انتوا اتنازلتوا عن حاجات كتير قوي تخصكم، عن عن اشياء كتيرة قوي كان المفروض ان انتوا ما تتنازلوش فيها. كان المفروض ان انتوا تفهموا وتعرفوا انتوا بتتعاملوا مع مين وازاي وليه. ما ينفعش ان انتوا عملتوه. يمكن انتوا حاولتوا تخرجوا من العلاقة دي، حاولتوا تقولوا له ستوب، لكن بعد ايه يا حبايبي؟ فالشخص ده هو ندمان عليك، لكن مش عايز يرجع في قراره. خلي بالك، هو ندمان عليك جدا، لكن قراره ان هو يرجع ويكون معاك شخص سوي لا. لو انت بتحلم ان الشخص ده ممكن يكون معاك شخص سوي، لا، لان الشخص ده متعته في الحياة انه يعذبك. متعته في الحياة انه يلودك كده، يخليك منتش على بعضك كده، ويخليك انت مش مرتاح. كذلك برضو انا حاسة كده ان الشخص ده قارن بينك وبين حد. برضو من ضمن الاخطاء اللي عملها في حياته ان هو قارن بينك وبين شخص. الشخص ده عنده استعداد نفسي ان هو يرجع لك بصورة رهيبة. طبعا القراءة هنا للرجل والمرأة، وحابة أقول لكم يا حبايبي اللي حابب قراءة خاصة هتلاقوا الأرقام مكتوبة على الشاشة، بيتواصل مع الأدمن على الواتساب، وبتكتبوا أسئلتكم وبتكتبوا السؤال اللي انتوا عايزينه من القراءة بإذن الرحمن، وبيوصلكم القراءة لغاية عندكم. الشخص ده في احتمال كبير قوي يكون حاول انه يعرف انت بتعمل ايه. يعني الشخص ده هو عايز يفهم انت بتعمل ايه، او عايز يعرف انت فين. إيه؟ انت مختفي يا صاحب القراءة، انت مختفي، ومختفي بحب. يعني بصوا هنا، بصوا، انت مختفي بحب. انت بتفكر فيه، مش قادر تنساه. انتوا بتنظروا له نظرة حبايب قلبي، نظرة حب. يعني ما زلتوا انتوا عندكم مشاعر قوية للشخص ده، عندكم مشاعر حنين، بس انتوا قلبكم مكسور يا حبايبي، قلبكم مكسور هنا قوي. وكأنكم يعني انتوا مستنيين الشخص ده هو اللي يجري وراكم. على فكرة في طاقة هنا لانكم انتوا اللي منتظرين منه انه يقول انتوا فين، يا ترى انتوا مستخبيين فين، انتوا بتعملوا ايه. وده فعليا اللي هو عمله.
الله والله أكبر عزيز دايم. وده اللي عمل ايه؟ انه راح يسأل ويدور عليك ويشوف طاقتك انت فين، اخبارك ايه. بيحاول، لا بيحاول بيدور. وعايزه اقول لكم بقى، انا عايزه اعرف هو وصل لايه. يعني انا جايلي كده فضول اعرف الشخص ده وصل ليه. معرفش، انا حابه ان انا اخد الكارت برضو اللي اتقلب ده معكم. الشخص ده عرف انكم يا حبايب قلبي في حاله نفسيه يعني عميقة. انتوا منتظرين رجوعه، انتوا زعلانين عشانه قوي، حرفيا زعلانين. وحرفيا واضح هنا ان انتوا زعلانين على الموقف اللي حصل بينكم وبينه. الشخص ده هو كمان مش قادر ينسى. يمكن كل الطاقة ظاهرة هنا قدامي ان الشخص ده بيدور على انت بتعمل ايه، انت فين، يا ترى انت ناسيه ولا لا، يا ترى انت نفسك يرجع لك ولا لا. كل اللي بيعمله ان هو عمال يدور عليك يدور عليك. فالشخص ده جواه مشاعر رهيبة. عارفين، شوف هنا هو عامل ازاي. وكأنه حبايب قلبي بيترجاكم ان انتوا ترجعوا ولو لحظة واحدة، ترجعوا. والشخص ده يمكن مشاعره ليكم قوية، بس هو في حالة ندم. مش انا شايفة هنا حد قدامي ندمان قوي يا حبايبي، عنده حالة ندم رهيبة. وكأن انتوا قلبتوله الموازين، قلبتوله كل الافكار اللي كانت بتجيله. يعني هو دلوقتي بيقول لك ايه، كأنه بصوا هنا ارجع لي، انا محتاج لك، انا ما بقيتش قادر اعيش من غيرك. الشخص ده هو مرعوب من فكرة ان هو ممكن ان انت ترفضه. فاهمني؟ هو مرعوب من الفكرة نفسها. طيب نشوف كده برضو الطاقة هتقول لنا ايه هنا. كمان نشوف البطاقة اللي طلعت لنا هنا. هو بيبص على المشاكل اللي حصلت بينك وبينه، وكأنه بيبص لها بعمق على فكرة، وبيسترجع بقى كل مشكلة حصلت بينك وبينه. هو على فكرة بيبتدي يحطك في خانة تانية غير اللي انت عارفها. يعني شوف، انت مثلا كنت حاكم على نفسك ان الشخص ده حاططني في البرواز الفلاني او كده. لا، هو بقى المرة دي كأنه بيسترجع كل موقف حصل بينك وبينه، وبيعيد تاني حساباته في العلاقة، وبيعيد ترتيبك تاني. هو انت تبقى فين بالظبط، وحطك كده. هو انت تبقى فين. لا انا مش حاسه ان انا عايزه اخد البطاقات كده اللي هي ايه اللي وقعت دي. تعالوا نشوف كده مع بعض. بسم الله. تعالوا نشوف البطاقات اللي اتقلبت برضه. بس هو في حاجه، هو شايف نفسه. هو بيقول كده، بيقول انا كنت شخصيه سامه في حياته. هو شايف كده. الشخص ده بص كان بيحط لك السم في العسل. هو كان بيبقى عارف يا حبايبي انكم انتوا يعني زي ما بيقولوا كده ميتين في حبه، عاشقين ومش قادرين تتخيلوا الحياة من غيره. وفي نفس الوقت انتوا في حضنه كده، وهو كان يعني نيته مش سالكة، نيته مش سالكة. وده الاحساس اللي انتوا عرفتوه بعدها، ده المشاعر اللي انتوا حسيتوا بيها بعدها، ان الشخص ده كانت نيته مش سالكة في العلاقة. هو مرعوب على فكرة من فكرة ان هو يرجع لك. هو مرعوب عشان كده هو قلب عليك الترابيزة هنا، وحسسك ان هو بريء. انا ما انت ما تقدرش انت فاهمني غلط، انت على فكرة ظالمني، وانت. وهو حسسك بكده. وعلى فكرة هو صوته عالي عليك في العلاقة، صوته عالي عليك. شايفة برضو حبايب قلبي هنا ان الشخص ده مشتاق لكم بصورة فوق ما انتوا تتخيلوها. يعني في هنا حب عميق،
مش حب عادي. او بمعنى اصح انا حاسه كانه بيقول ايه، هو انا ازاي ما كنتش اخد بالي منك، هو انا ازاي ما كنتش شايفك كده. يعني هو شايف كده وشايف انا ازاي ما كنتش اخد بالي منك بالعمق ده، ازاي انا ما كنتش متخيل انت بالنسبه لي ايه، او انت عندي غالي كده ازاي. تعالوا برضو نشوف. الشخص ده بيقول على فكرة هو لسه متعلق بيك. إذا كنت بتسأل هو لسه بيفكر فيا أو إيه لسه بيفكر فيا أو لسه أنا بالنسبة له غالي، لا هو متعلق بيك حرفيا. تعالوا كده حبايبي نشوف برضو هو عايز يقول إيه تاني. الشخص ده بيقولك أنا عارف إن أنت شايفني حد قاسي، عارف إن أنت شايفني شخص جنيت عليك أو أذيتك. هو بيبص كده بيقولك أنا عارف إن أنت شايفني كده، عارف إن أنت حاططني في برواز أو في صورة معينة إن أنا أذيتك بيها وإن أنا جرحتك واستهترت بمشاعرك. عارف إن أنت شايف إن أنا كنت مستهتر بمشاعرك، لكن أنا عندي هنا دليل بحبك. أنا مش طالب، بيقولك منك أنا مش طالب منك إلا العدالة. احكم بالحق. لو أنت حكمت بالحق وقلت إني أنا شخص كنت مؤذي بالنسبة لك، بيقولك صدقني أنا هختفي من حياتك تماما ومش هتشوف مني، مش هتشوفني. هو بيقول كده، بيقولك مش هتشوفني ولا هتشوف مني لا حلو ولا رجل. هو الشخص ده عايز يقولك كده، بيقولك لكن أنا بالنسبة لي، وبيقولك كده بيقولك أنا بالنسبة لي أنا برضو شايف إنك أنت عايز تتخلص مني أو تتخلص من العلاقة. يعني هو شايف كده وبيقول أنا حاسس إن أنت ما صدقت إن أنا سبتك ومشيت. ربنا يفرح قلبكم يا حبايبي ويكبر بخاطركم ويسعدكم. كانت معكم الروحانية أم جنى، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.